الاهلي بيفكر ازاي في المدافعين في كاس العالم للانديه؟ عارفين اشرف داري خلاص اتصاب وبنسبه كبيره ممكن ما يلحقش في كاس العالم للانديه. مصطفى العش لسه لغايه دلوقتي الاهلي ما خدش فيه قرار هل هيكمل مع الاهلي ولا مش هيكمل مع الاهلي. كده ما عندكش في الدفاع غير رامي ربيعه اللي عقده انتهى تقريبا، خلاص ناقص له شهر وينتهي، وياسر ابراهيم الوحيد اللي جدد مع النادي الاهلي. الاهلي خلاص هو جدد مع ياسر ابراهيم. رامي ربيعه هو قدم له اخر عرض، قال له يا ربيعه انت هتاخد في الموسم 20 مليون جنيه، يعني في موسمين هتاخد 40 مليون جنيه و10 مليون جنيه اعلانات، يعني التوتال العقد كله هتاخد 50 مليون جنيه لمده سنتين هتجددهم مع النادي الاهلي. ورامي ربيعه لسه ما ردش على الارض حتى الان. اشرف داري الاداره بتتجه بنسبه كبيره ان هي تمشيه دفاع، يعني تجيب قلب دفاع اجنبي في الاهلي، لان هو اشرف داري مش مقنع بنسبه 100% واصاباته كتير وبدا يطلع عليه ان هو عنده اصابه مزمنه وكلام كله كلام فاضي كده. فاشرف داري انا جاي واحد اجنبي عشان يشارك في كاس العالم للانديه، هو بنسبه كبيره مش هيلحق كاس العالم للانديه. فلو ما لحقش كاس العالم للانديه، لو اصابته هتطول ومش هيلحق كاس العالم للانديه، الاهلي هيبيعه وهيجيب مكانه مدافع اجنبي. لو لحق كاس العالم للانديه خلاص الاهلي مش هيجيب مدافع اجنبي. الاهلي بيفكر ازاي؟ الاهلي بيفكر في لاعب مصري. الاهلي عايز يجيب عمر فايد، لاعب منتخب الاولمبي اللي ظهر بشكل جامد جدا في الاولمبيات اللي فاتت. هو بيلعب دلوقتي في نادي فنربخشة التركي، وهو مدافع طويل هيقدر يساعد في الدفاع. والاهلي بدا يكثف المفاوضات معاه ان هو يجي والاهلي يتعاقد معاه رسميا عشان في ازمه كبيره في دفاع النادي الاهلي. عندك اللاعب الثاني عمر الجزار، لاعب نادي المحله، وده مجلس الاداره في ناس متفقه ان هو يجي وفي ناس مش متفقه ان هو يجي، في ناس تقول لعيب جامد وفي ناس تقول مش لعيب جامد، فلسه قرار فيه هم بس استفسروا من المحله لو هتبيعه بكام، مش اكتر من كده. برده في لاعب في نادي بتروجيت اسمه هادي رياض، اللاعب ده برده العين عليه ان هو ممكن يجي النادي الاهلي، بس برده هو خيار يعني هو من اللعيبه المطروحه، بس لسه الاهلي برده ما خدش معاه اي خطوه رسميه. وفي برده لاعب بيلعب بره اسمه اياد العسقلاني بيلعب في روسيا، هيقدروا يشيلوا الدفاع مع الاهلي في كاس العالم للانديه. انا مش شايفهم غير عمر فايد اللي ممكن يقدر يلعب مع النادي الاهلي. والعش بنسبه كبيره هيكمل مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، بنسبه كبيره هيكمل مع النادي الاهلي، والاهلي هيعمل معاه عقد بنسبه كبيره لانه شايفين ان هو لاعب يجي منه في المستقبل. حاليا هو مش لاعب مفيد بنسبه كبيره بس هيجي منه في المستقبل. دي الخطه حاليا للنادي الاهلي. اكتب تحت في الكومنت هل شايف فعلا ان الاهلي هيقدر يعمل حاجه في كاس العالم للانديه بالدفاع اللي موجود حاليا؟ هتقابل ميسي وبوسكيتس وناس تقيله، الاهلي هيقدر يعمل حاجه في كاس العالم للانديه بالدفاع اللي موجود ده حاليا؟ اكتب تحت في الكومنت. وهل شايف فعلا في لاعب في خط الدفاع يستحق انه يلعب في النادي الاهلي كاس العالم للانديه ولا لا؟ سلام.